متصلين أيضا على الهاتف سيد سالم. مايز تفضل. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. سؤال محدد أو أحكي بشكل عام بالموضوع؟ سؤالنا الأساسي، نفاوض أو تفاوض الحكومة اللبنانية للإفراج عن الجنود أم لا؟ وما هي الطريقة المثلى؟ عمليا أنا أعتقد أن الحكومة فاوضت خصوصا من خلال الوسيط القطري، ولكن أنا أعتقد الطريقة المثلى للتفاوض ليست الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في الفترة السابقة. كانت بناء على تخبط وبناء على عشوائية، ربما من جراء أن هذا الملف ملف كبير وملف متفجر في الداخل اللبناني. المطلوب اليوم في الداخل اللبناني توافق سياسي كبير من الأطراف السياسية جميعا التي تتكون منها الحكومة اللبنانية، ومن بعد هذا التوافق، لأنه نعرف اليوم كل طرف يمكن عنده وجهة نظر تجاه هذه المجموعات التي تختطف المسلح العسكريين. ولذلك التوافق الوطني الكبير وتكليف أو تفويض إما هيئة العلماء أو الوسيط القطري أو حزب الله أو أي حدا أي طرف، ولكن أن يكون هذا التفويض تفويض لبناني شامل. عندها يكون الموقف اللبناني موقفا جامعا، ونستطيع عندها فعلا أن نحقق إنجازات في هذا الموضوع. طيب، شكرا جزيلا يا مايز على هذه المشاركة. سيد سالم سريعا جدا، آخر سؤال عن المستقبل، ربما بعد الأحداث التي صارت مؤخرا وإعدام البزال، هناك خروج لعناصر في الشارع اللبناني، اعتراض وغضب شديد وخوف من أن يتصاعد الأمر في المستقبل القريب إذا لم تحدث استجابة معينة من جانب السلطات في لبنان. هل نحن نقترب من هذا السيناريو أن يتحول الأمر إلى